تخيل تبقى قاعد في مكان زحمة ومركز مع وشوش الناس اللي معدية، فجأة تلاقي شخص عمرك ما شفته ولا سمعت صوته ولا اتعاملت معاه قبل كده، بس عقلك قرر ياخد قرار غريب إن الراجل ده أنت مرتاح له، أو إن الشخص ده ملامحه مش غريب عليك، أو إنه شبه حد من عيلتك مثلا، أو يحصل العكس تماما إنك تخاف ويخلي عينك وسط راسك. طب ده ليه بيحصل؟ ده شخص ما شفتوش قبل كده، ليه عقلك قرر ياخد القرار ده؟ هل ده تخمين عشوائي ولا ملامحنا فيها معلومات بيولوجية عقلنا الباطن بيحاول يحلها؟ الموضوع ده اسمه علم الفراسة، وده إنك تحس الشخص اللي أنت شفته شبه حاجة شفتها قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معاذ. تهيألي الدنيا متظبطة شوية، جبت مايك أخيرا، أي نعم صوته مش أحسن حاجة بس صوته أحسن من اللي فات بكتير وصوته واضح، فبطور نفسي واحدة واحدة معاكم. الإضاءة كمان بحاول أحلها ودي دورها جاي، قعدت ساعة عشان أحل الموضوع ده، في الاخر سبتها كده، مع ان انا لو عملت كده حاسسها تبقى احسن، فمش عارف الصراحه، بس دورها جاي ان شاء الله. فيديو النهارده بيتكلم عن علم الفراسه. ايه هو علم الفراسه؟ علم الفراسه ده انك تلاقي شخص شبه حيوان، دي مش اهانه او شتيمه، بس فعلا انت ساعات بتلاقي شخص عنده صفات سنجان مثلا، سواء في اسنانه اللي بارزه شويه او ايا يكن في الملامح، تحس الشخص ده مش غريب عليك، تحسه شبه حد قريبك، تحس في حاجه غريبه في الموضوع. على مدار الاف السنين البشر ما بطلوش يحلوا اللغز ده، وبقى عندهم قراءه الوجوه والجسد نوع من العرافه والتنبؤ في الحضارات القديمه، لحد ما اتحولت لفكره فلسفيه في اليونان. بعد كده الموضوع وصل للعرب ووصل لعلماء في اوروبا، لدرجه ان هم مسكوا ادوات قياس للوش عشان يقيسوا وش المجرم في السجون ويشوفوا مدى خطورته. طب ايه هو علم الفراسه؟ هل كان علم بجد وليه قواعد، ولا مجرد فكره قديمه وقعت قدام ابحاث الطب وعلم الاعصاب؟ وازاي التكنولوجيا الحديثه والذكاء الاصطناعي رجعوا يطرحوا نفس السؤال ده؟ لو أول مرة تشوفني انزل تابعني واتفرج على قناة، يمكن محتواي يعجبك، ولو في فكرة عايزني أتكلم عنها أو ملحوظة خدت بالك منها قولها لي برضه في الكومنتات. في التراث العربي الإسلامي ظهرت أشكال كتير من الاستدلال بالفراسة ده، وبجوهرة الفكرة دي اعتمدوا على قوة الملاحظة وربط القرائن بالسلوك. يعني إيه كلمة فراسة أصلا؟ في اللغة العربية ارتبطت بالشدة والذكاء واقتناص المعنى، وما كانتش مجرد تخمين، لا ده الملاحظة ليها استدلالات، ومن أشهرها القيافة أو القيافة. إيه القيافة دي؟ شفتوا العرب زمان لما كانوا بيمشوا في الصحراء كانت آثار رجليهم بتبان في الارض، او اثار الحيوانات بتبان في الارض في الصحراء والكلام ده، فدي مهاره الاستدلال من الاثار. بيتتبعوا الاثار وبيستدلوا منها هل الاثار دي اثار رجل ولا امراه، وبيستدلوا كمان بالنسب والملامح والسلوك كمان، ده كله من الاثار بس. وفي جمله شهيره تنسب للامام الشافعي قالها بتوصف الموضوع ده، ان الفراسه هي استدلال بالظاهر على الباطن. كمان في اطباء مثل الرازي وابن سينا ربط الطبائع الجسديه بالمزاج، علمهم كان على قدهم زمان فكانوا بيستدلوا بالحاجات دي في اطار الفهم الطبي السائد وقتها للجسد البشري. الممارسات دي كلها كانت بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، زي ما تشوف شخص كده وتستنتج الشخص ده طيب شرير، الشخص ده بيكذب عليك مش بيكذب عليك، هل انت بتكون مرتاح له ولا لا. وفي ناس شاطره في الموضوع ده بالذات الامهات تقول لك ما تمشيش مع صاحبك ده، رغم ان انت تكون شايفه كويس جدا وفي الاخر يطلع مش كويس. فاللي عند الام ده اسمه فراسه برضه او علم فراسه. في الوقت ده بقى علم الفراسه كان مفهوم في اماكن تانية بطريقه مختلفه. في القرن الرابع قبل الميلاد ظهر واحد من اقدم النصوص اليونانيه اللي اتكلمت عن موضوع الفراسه، ظهرت في كتاب فيزيوغنومونيكا. الكتاب ده نسب الى الفيلسوف ارسطو، اكيد انت عارف ارسطو، ولو مش عارف قول لي واعمل عنه فيديو عشان انا كمان عايز اعرف الصراحه، بشوفها على الانستجرام بس. رغم ان نسبه التاليف في الكتاب ده اختلف عليها الباحثين والمؤرخين، بس كان احد الاساليب المركزيه في الفراسه القديمه. النص هو مقارنه الصفات الجسديه للانسان بالحيوانات، نفترض ان في تشابه فبيستنتج من الموضوع ده ان الصفات اللي موجوده عند الحيوان موجوده عند الانسان. يعني مثلا اللي عنده ملامح عريضه وجبهه بارزه وشعر كثيف يبقى شبه الاسد، فده يفترض انه يميل للشجاعه والقوه. واللي عنده مناخير رفيعه وعيون ضيقه بيشبه الثعلب، ده يفترض انه يمثل المكر والخداع. وكمان الجبهه العريضه ارتبطت بالخيول والعيون البارزه بالبغبغاء. الفكره هنا كانت مبنيه على تشابه ظاهري ورمزي، الانسان اللي عنده صفات او ملامح من حيوان المفروض ان هو بيمتلك صفات الحيوان ده. بس طبعا المقارنات دي كانتش واقعيه وكانت مجازات وافتراضات انطباعيه ومش علاقه بيولوجيه اثبتها العلم. الفكره دي اتطورت مع اطباء ومنهم دكتور جاليوس. عمل ايه بقى الدكتور ده؟ حاول ربط طبائع الانسان بنظريه الاخلاق الاربعه عشان الفكره دي تفضل موجوده في الفكر الاوروبي لقرون. مع اواخر القرن الثامن عشر اوروبا شهدت انتشار واسع، خاصه لما الطبيب والكاتب السويسري يوهان كاسبر لافاتار نشر كتابه الشهير سيز اون فيزيوغنومي. الموضوع ساعتها تحول لقضيه راي عام وموضه اجتماعيه لتفسير الشخصيات من خلال ظلال وجوههم او من خلال شكلهم يعني. بس الموضوع وصل لمرحله الانحراف الخطير في القرن التاسع عشر مع ظهور علم
الانيثروبيولوجيا الجنائيه، ظهرت على يد الطبيب الايطالي سيزار لامبروزو وضع نظريه المجرم الفطري، وقال ان المجرمين عندهم جينات صفات بدائيه، وربط الموضوع ده بعلامات جسديه زي شكل الجمجمه والفك والودان. وفي نفس الفتره ظهر ما يعرف الفيرولوجي او علم قراءه نتوءات الجمجمه مع فرانس جوزيف غال. كانت فيها فكره صح نسبيا، ان وظائف معينه تكون مربوطه باماكن محدده في المخ، بس هم ما عرفوش يقراوا نتوءات الجمجمه صح اصلا، عشان كده الموضوع بان غلط في النقطه دي. بس الفكره دي صح. النظريه دي وقتها خلت المجتمع في الفتره دي يتعنصر على ناس معينه لسبب ان هم شايفينهم مجرمين او شايفين فيهم الصفات من الصفات اللي كانت منتشره ساعتها. مع بدايه القرن العشرين وتطور علم النفس التجريبي وعلم الاعصاب، النظريات دي اتعمل عليها ابحاث تاني بس بشكل دقيق. النتيجه كانت مؤلمه شويه. الفيزيوجنومي والفرونولوجي دي سيدو ساينس، علوم زائفه، اثبتت ان وجود صفات معينه في شكل الانسان، او مثلا يكون في جينات من جينات حيوانات او جينات ناس بدائيه، ده مش بالدليل انك تستنتج ان الشخص ده محترم او الشخص ده قليل الادب او الشخص ده كذاب، لان الملامح محكومه بالجينات وتطور العظام. انما السلوك ده قدرات عقليه ناتج من تفاعل معقد جدا بين عوامل بيولوجيه ونفسيه وبيئيه وتجارب الحياه. طب ليه كتير من الناس بيصدقوا علم الفراسه؟ كانوا بيصدقوه لان الناس لما كانت بتتوقع صفه معينه في شخص من شكله كانت بتطلع صح. لحد هنا كان الموضوع مش اكيد، لحد في سنه 1872 في نقلة حصلت غيرت مسار البحث ده بالكامل لما تشارلز داروين أصدر كتابه The Expression of the Emotions in Man and Animals. داروين درس تعبيرات الوجه عند الإنسان والحيوان، وطرح أن كثيرا من هذه التعبيرات لها جذور تطورية ووظائف تكيفية تساعد الكائن على البقاء والتواصل. عشان كده لما كانوا بيستنتجوا حاجة كانوا بيستنتجوها صح، عشان كده الناس صدقت. بس العلم زمان ما كانش حديث يعني عشان يتأكدوا من حاجة زي دي، ولحد هنا لسه ما أثبتوش الموضوع برضه. بس الموضوع اتغير واتجه اتجاه تاني. داروين ده نقل علم الفراسة في الفترة دي من قراءة الوش، شكل العظام وملامح الثابتة، لدراسة التعبيرات والسلوكيات. الخطوة دي كانت الجسر التاريخي اللي فصل بين الفراسة الشكلية القديمة وبين علم الفراسة الحديث اللي اعتمد على الانفعالات والتواصل غير اللفظي. لحد دلوقتي ساعات بنفهم الشخص من أول ثانية. علم النفس الاجتماعي دلوقتي بيدرس حاجة معروفة باسم سلايس جادجمنت أو أحكام الشريحة الرقيقة. الأبحاث دي بقى لقيت إن البشر بيقدروا يتوقعوا سلوك الإنسان من شكله، ويعرفوا هل الشخص ده مريح ولا مش مريح. بيعرفوا انطباعات الشخص ده من فترات قصيره جدا. والموضوع ده فيه حاجات صح وحاجات كتير غلط. وهنا بيظهر مفهوم تاني اسمه تاثير الهاله، واكيد سمعت عن الموضوع ده قبل كده، او هالو افكت. لما تشوف شخص بمظهر يجذبك او ملامح مريحه، انت يعني عقلك اللاواعي كده بيضيف شويه صفات في الشخص ده، ان هو شخص مثلا امين، شخص مش كذاب، شخص مثلا ترتاح معاه في الكلام، انه ذكي مثلا. وكمان العكس صحيح، لما تلاقي شخص الهاله بتاعته كده مطفيه او تاثيره مش زي تاثير الشخص التاني، تبدا تتوقع فيه صفات وحشه. الموضوع ده غلط جدا وسطحي جدا، لانك كده انت بتعتمد على الشكل بس تقدر تزود الهاله بتاعتك، وهقول لك ازاي تعملها. ابتداء من النصف الثاني للقرن العشرين اصبحت ابحاث بول ايكمان وزملائه من اهم المحطات في دراسه تعبيرات الوجه، وسلطت الضوء على ما يعرف مايكرو اكسبريشنز. Universal emotions are fear, anger, sadness, disgust, contempt, surprise, and enjoyment. And I spent the next 8 years developing a technique for quantifying and measuring all the movements the face can make, which I call the facial action coding system. And that was published in 78. It took me 8 years, a long time. But it opened everything for science, for teaching. It's used by all the animation studios when they want to animate expression. I would never have really discovered micro expressions if I didn't have this tool that allowed me to look so precisely at everything the face did. او التعبيرات الدقيقه. بس في نقطه علميه عايز اوضحها، على عكس المعروف في وسائل الاعلام عن مايكرو اكسبريشنز، انها مش دليل قاطع على ان الشخص اللي قدامك ده بيكذب. المراجع والمراجعات العلميه الحديثه بتاكد ان جهاز كشف الكذب ده مش موثوق منه 100%، لان ساعات الشخص بيتوتر، ساعات بيخاف، ساعات بيرتبك لاسباب تانية ملهاش علاقه بالكذب اصلا او الخداع. التكنولوجيا الحديثه بقى صرعت نفس السؤال القديم بس بصوره رقميه. تعال اقول لك التكنولوجيا بقى بتعمل علم الفراسه ده على الاشخاص ازاي. اول حاجه بتتعرف على الهويه، ثاني حاجه
التعرف على التعبير الانفعالي ايموشن اي اي، بتحاول تقرا وشك في اللحظه دي. بعد كده بتستنتج الشخص، بتحاول تتوقع صفات الشخص من ملامحه، كمان بتحاول تعرف اذا كان الشخص كذاب ولا صادق. انظمه الايموشن اي اي بقى بتواجه انتقادات علميه النهارده، لان الاي اي مش انسان يدرس سلوك الشخص ويدرس تعبيرات وشه بشكل دقيق، يدرس ثقافته وموقفه الاجتماعي. ادله الاي اي ما تقدرش تكشف شعور داخلي او صفه شخصيه بصوره، يعني جماد في الاول وفي الاخر، العقل هو اللي مبرمجه. قبل ما نختم تعالى اقول لك ازاي تزود الهاله بتاعتك، وتعالى نعرف انا ملامحي شبه حيوان ايه. عشان تزود الهاله بتاعتك لازم تقول كلام لنفسك حلو كتير. حاول وانت بتشرب الميه تقول كلام للحلو ميه، لان في دراسات بتقول ان انت لو قلت كلام حلو للميه شكل الميه بيتغير لبلورات احسن او بتكون ايجابيه، فده بيأثر عليك. اقف قدام المرايه، اتكلم قدام نفسك، شوف نفسك وانت بتتكلم وواجه المشاكل اللي عندك. هتقول لي انت بتعمل الحاجات دي؟ لا يعني جربت قبل كده بس مش هقول فشلت بس ما كملتش. تاني حاجه تعالى خدكوا رحله جوه الكمبيوتر بتاعي، او تاني مره تقريبا عملتها فيديو كنت بقول فيه ازاي ترفع صور على جيميناي. الفيديو اهو روحوا شوفوه اذا كنت مهتم يعني. السلام عليكم. انا بصور بقالي ساعة، فاضل لي دقيقتين واكمل ساعة. انا بصراحة مكسل احلل الشكل دلوقتي، لان كمان ما بحثتش ازاي يحللوا الشكل بالظبط. انا قلت مفهوم بس علم الفراسة ده فكرة علمية، ما تعمقتش فيه ان ازاي الواحد يقدر يحدد شكل الانسان. برضه لو عايزين نعمل عنها فيديو مخصوص ونجيب مثلا صور للناس مشاهير واقول لكم دول بيشبهوا حيوانات ايه، قولوا لي وانا هعملها. فتحنا جيميناي، طبعا لازم نفهمه احنا بنعمل ايه. فهقول له عايزك تشوف شكلي يشبه حيوانات ايه من ابحاث علم الفراسة، وخليك دقيق في بحثك ومعلوماتك وتحليلك. تعال نرفع له صورة ليا. بيقول لي ان انا شبه الحصان او الغزال او النسر. انا كنت اعملها قبل كده ولقيت ان انا اكتر حاجه شبهها النسر، عكس اللي هو بيقوله. يعني اقرب التشبيهات الحصان، الوجه مائل للطول اكثر من العرض، الانف مستقيم وطويل، منتصف الوجه واضح وممتد، الانف والذقن ضيقان نسبيا مقارنه بطول الوجه، قريب جدا من نمط النسر. الحاجب مستقيمين منكسفين، منطقه العين العميقه نسبيا. ماشي، تعال نشوف صفات الحصان. الذكاء وقوة الذاكرة. أنا ذاكرتي ضعيفة، كلام غلط. احنا الابتداء كده مواصفات النسر. طبعا آخر فيديو ده احنا قاعدين مع بعضينا شوية، حتى لو مكمل لحد هنا بجد متابع في اي بي. صفات النفسية والشخصية، طموح عالي وربنا، العمل الجاد، طب وربنا، كاريزما القوية، الصدق والصراحة، طب اقسم، ياه، روح المساعدة، طب ياه، لما تقول اسمي بقى بالمر، الالهام القيادي، الرؤية الثاقبة، الثقة والتحريك منفردا. هو يعني انا كنت سأله قبل كده كان قال صفات تانية، كان قال ان بيحب العزلة، ذكي. طبعا الصفات دي هي طبعا بالذات الوحده. وفي صفه اتاكدت منها بسبب النظر، الحمد لله الحمد لله انا نظري الحمد لله كويس. ببقى قاعد في اخر اللجنه وشايف ورقه اللي قدامي البابل شيت بتاعته معلم على اجابات ايه، فالحمد لله. كده انا عرفت انا شبه نسر. هتلاقي في الصوره المصغره وشي كده وحط نسر جنب كده. فبس تعال بقى نختم الفيديو يا جماعه. السلام عليكم. المهم، الوش بيحمل معلومات بيولوجية واجتماعية حقيقية زي العمر، الهوية، بعض الحالات الانفعالية اللحظية والرموز الثقافية. بس مفيش قاموس علمي يقول مثلا ان لو مناخيرك صغيرة فانت ايه مش خبيث والكلام ده، او فك عريض يعني مجرم. اي نعم الكلام ده انت لو جيت فكرت فيها هتلاقيه بينطبق، بس الدراسات العلمية اللي بتقول كده. فبس ده كان فيديو النهارده، المفروض ان هو كان فيديو وثائقي. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو في حاجة ما فهمتهاش في الفيديو او في نقطة او ملاحظة عايز تقولها لي بحيث ان انا اطور من نفسي فيها في الفيديو، قول لي. عارف انا كده كده محتواي جامد يعني، بس قول لي وخلاص. العين التانية اللي بتشوف بتكون شايفة حاجات اكتر يعني. لا بهزر معاكم، انا فعلا عايز الايكور، مهم جدا بالنسبة لي وبيشجعني فشخ ان انا اصور وانزل فيديوهات.